بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ لمسات وفاء، وسعيدة بلقياكم كما العادة. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم حلوة ولا دوازتي من أجمل الحلويات اللي ممكن تذوقوا. حلوة غزالة بزاف، هشيشة وكتذوب في الليل قبل الفم. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وكنتمنىكم تجربوها. على بركة الله نبدأ باستعراض المقادير ثم الطريقة. واحد الكيس من سكر الفاني ما يعادل 7.5 غرام، 250 غرام ديال الزبدة هنا ديال البواطة، ممكن تستعملوا المارغرين ولا ممكن تستعملوا الزبدة من اصل حيواني. 2 ديال البيضات، دائما البيض بحرارة الغرفة. كأس ديال سكر سنيدة، كأس ديال الزيت، العبار هنا بكاس العنبة، ملعقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، ندوبها مع ملعقة كبيرة ديال الماء. بالنسبة للماء، الماء عادي ديال الصنبور. 2 ديال الخمارات من وزن 16 غرام، 3 ديال الأكياس ديال الكاكاو مور ما يعادل 21 غرام، ممكن تضيفوا حتى 4 ديال الأكياس. بالنسبة للدقيق كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق، غادي نقول لكم شحال ضفنا. بالنسبه للطريقه، كناخذوا قصريه كنديروا فيها الزبده ديالنا. بالنسبه للزبده هنايا دائما الزبده بحراره الغرفه. كنضيفوا واحد الكيس ديال سكر الفاني، كنضيفوا كأس ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام. نمعكو الزبده ديالنا مع سكر سنيده مع سكر الفاني بهذه الطريقه. ممكن تعوضوا الزبده ديال البواطه بالزبده من اصل حيواني، غير هو نقصوا الزيت، يعني ديروا نصف كأس فقط. كنزيدو نضيفوا واحد القبيصه ديال الملحه، دائما الملح لتصحيح الذوق. الزبده ديالنا والسكر سنيده ديالنا حتى كنحصلوا على كريمه بهذا الشكل. كنضيفوا كأس ديال الزيت. بالنسبه للزيت هنا كأس ممتلئ. دائما كنضيفوا الزيت قبل البيض، الدهنيات قبل البيض. كنضيفوا 2 ديال البيضات. كنضيفوا القهوه ديالنا. بالنسبه الا ما كنتوش كتبغيو القهوه ممكن تستغنيو عليها. كيجي المذاق ديالها زوين في هذه الحلوه. كنجيو للمرحله ديال النواشف. كندخلوا النواشف ديالنا، الكاكاو ديالنا والخمارات والدقيق. كنضيفوا الكاكاو ديالنا هو الاول، كنضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق كنضيفوا عليه الخمارات دائما. كنغربلوا الدقيق ديالنا. بالنسبه للدقيق دائما الدقيق ما كندخلوهش على دفعه واحده. كنضيفوا 2 ديال الخمارات. كنجمعوا العجين ديالنا دائما باطراف الاصابع. نضيفوا الباقي ديال الدقيق ديالنا. هنا انا ضفت 900 غرام، ممكن تضيفوا 900 غرام وممكن تضيفوا قل من 900 غرام، كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. تقريبا 8 الكيسان 9 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للقوام ديال العجين ديالنا ما كتلصقش لينا في اليدين وما كتجيش قاصحه. العجين ديالنا بسرعه كتكور لينا. كنحاولوا نديروا فيها كويرات. بالنسبه للميزان ممكن تستعملوه وممكن ما تستعملوهش،
انا كنفضل نستعمل الميزان في الحلوى. كنوزنوه في كل حبه 15 غرام بواسطه الكف ديال اليد ديالنا. كنحاولوا نديرو كره. بالنسبه لهاد الكره كنضغطوا عليها واحد شويه. كنستمروا على هاد الشكل حتى كنساليو الكميه ديال العجين ديالنا. ممكن ديروا على شكل اصابع على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للطاوه ديال الفران فرشت ليها ورق الزبده. في هذه المرحله كنكونوا سخنا الفران من قبل، يعني نسخنوه على درجه عاليه حتى كيسخن لينا الفران من الفوق والتحت، وكنطفيو الفوق وكنبقاو شاعلين لتحت. كندخلوا الصينيه ديالنا الفران على درجه منخفضه، ما كنشعلوش الفران بزاف، على درجه 140 درجه. العافيه تكون مهيله باش تضمنوا ان الحلوه ديالكم طيب من الداخل. حتى كطيب لينا الحلوه ديالنا من التحت عاد كنشعلو الفوق. بالنسبه للحلوه ديالنا من الفوق راه ما كتشدش وقت طويل. من بعد ما طابت لينا الحلوه كنحصلوا على هذا الشكل. نخليو الحلوه ديالنا حتى كتبرد تماما، عاد كنبداو نزينوها. بالنسبه للتزيين هنا الكوك الميدم، من الاحسن الكوك الميدم. كناخذوا هذا الكوك الميدم كنحمروه في مقله على نار متوسطه، دائما نقابلو حتى تحمر لينا وياخذ لينا هذا اللون الذهبي. في كاسرونه كنديروا نصف قرعه ديال مربى المشمش مع نصف كاس ديال ماء الزهر. بالنسبه لماء الزهر هنايا ماء الزهر الممتاز. 2 معالق كبار ديال الكاكاو، 2 اكياس، 3 ديال المعالق ديال الكاكاو حلو اي كاوبيل. ضروري انكم ديروا الكاكاو حلو باش يوزن لكم المروره ديال الكاكاو. بالنسبه للطريقه كناخذوا الكوك ديالنا وكنزيدوا عليه الكاكاو مور والكاكاو حلو. بالنسبه للكوك راه باقي دافي، كنحاولوا ناخذوا بلاستيكه وكنخلطوا فيها هاد العناصر ديالنا. كنحاولوا نمعكوها مزيان باش كيتلبس لينا الكوك ديالنا بالشوكولات. صدقوني البنات هاد التزيين كيجي خطير وما كيجيش باين الكوك، واخا الناس اللي ما كيبغيوش الكوك غيجيهم هاد الطريقه زوينه بزاف. بالنسبه للمربى كنضيفوا عليه ماء الزهر وكنديروه فوق النار على عافيه مهيله حتى كيغلى لينا. ضروري من هذه المرحله كنخليوه حتى كيدير لينا فقاعات، عاد كنطفيوه. فاش كنغليو المربى ديالنا مع ماء الزهر ما كيخليش الحلوه ديالنا تغمل. كنغطسوا الحلوه ديالنا في المربى كنخليوها واحد شويه. بالنسبه للمربى ديالكم ضروري يكون دافي ماشي سخون، يعني ياخذ الحراره ديال الغرفه. بعد كنفندوها في الكوك ديالنا. كنستمروا حتى كنساليو كميه ديال الحلوه ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ كنحطوا الحلوه ديالنا في علبه محكمه الاغلاق وكندخلوها اما للثلاجه اما المجمد، كتصبر معنا مده اطول.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا، كتذوب في الليد قبل الفم. كنتمنى تنال الرضا ديالكم، وكنتمنى الى عجبكم المحتوى ديال القناه، كنتمنى تشجعوني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.